الإبل ولا الجمال في الصحراء المغربية عنده واحد الطعم خاص، حيت التربية بالنسبة لهم شي حاجة ضرورية. فالإبل واحد العنصر أساسي في التراث المنطقة الصحراء المغربية، وفي هاد المناطق اللي تتربى فيهم بالضبط في قلميم وفي طنطان وأسازاك والعيون والسمارة وبوجدور وتداخلة، فواحد النشاط متجذر في الثقافة الحسانية الصحراوية المغربية. فهاد الحيوان كله صبر وتحمل وقادر على التأقلم مع كل الظروف، فتتميز بالتنوع ديالها من الحليب واللحوم والصوف. فالحليب ديالها تيتعتبر من الأجود والأحسن. فالأثمنة ديالها شوية غالية، تتبدا ب 3 مليون سنتيم. فالإبل صالحة للسباقات اللي تتنظم بين القبائل، فهي تعطي مولاها العز والفقر بين الكسابة وحتى بين القبائل. فهي صبارة، وكيف تتسمى منذ هادي شحال بسفينة ديال الصحراء. يا عسل اختي يا ساكن الباب.